الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا النهارده في اخر زياره ليا، النهارده اخر يوم عند مرات اخويا. يا مرات اخويا الست خوخه. طبعا قاعده لنا من الصبح بتشتغل ومش فاضيه وبتقول ورايا تفريزات تفريزات. فانا يعني حبيت ارفع من روحها المعنويه شويه واقول لها ان هي بتشتغل، يعني شغلها عامل حاجه يعني. طب هو كده وحش؟ ايه رأيكم يا بنات؟ اللي يعجبها الحكاية دي، الحاجات الحلويات الجميلة دي، ايه رايكم؟ يعمل لي لايك وشير عشان تشجعونا، عشان اقوى على الست دي. اصلا مستقوية عليا قوي، مش عاجبها اي حاجة. ده عامله ايه؟ شفت الليمون بتاعي؟ اهو ده ليمون، ده زيتون. ده زيتون اهوت، شكله عامل ازاي. وده ليمون متخلل كده بميه وشويه فلفل احمر. ده بقى ده ليمون معصفر اهو. ده ليمون معصفر اهو. وده الزيتون برضو برطمانات صغيره. وريني الصغير ده قد ايه؟ ما تجيبي لنا واحد يا اختي، بدل ما انت عماله تعملي وما بتجيبيليش حاجه. شفتوا عماله هي تعمل وتشتغل، هي وانا بقى اقول عايزه لها تاخد واحده نديلها ولا واحد ايه؟ كبير ولا واحد صغير؟ ما تدوقينا الزيتون بتاعك ده اما نشوف طعمه عامل ايه. هندوقكم وهنطلع الوقت وهندوقكم حاجه تحفه وجميله جدا. على المفروض ان هي يعني تقول لي يعني ربنا يعينك. هو شكله كويس، الله اعلم بقى طعمه عامل ايه. اما على نشوف فكره الطعم. اللي كان منه بيشجعنا عليه. اما نشوف. عامله لي كرنب وعامله لي خضار وكوسه. يعني الست بصراحه بتشتغل، يعني قلنا نصور لها الفيديو ده عشان نشوف، نشجعها شوية ونقول ان هي بتشتغل فعلا. والله يعني كويسة، ماشي الحال ماشي ما الحال. تتفرجوش بس، اعملوا اشتراك في القناه عشان هنعمل الحاجات دي كلها، الزيتون والليمون المعصفر بخطوات، عشان اي حد يعمله. يعني اي حد كبير صغير لسه بيبتدي يعمله. ده الليمون المعصفر بتاعها اهو، وده الزيتون. انا هاخد برطمان زيتون بقى وانا ماشية. شفتوا هي هتاخد برطمان. طبعا، امال يعني انتي تدي للناس كلها وانا لا يعني. برطمان واحد. خليكم معايا في الحته دي. وده برطمان الليمون. واحد. ماشي. مفيش شوية محشي ناخدهم معانا كمان واحنا ماشيين؟ بس معمولين جاهز. تعالي يا قطة اما اقولك. يعني انت مش عاجبك يا قطة خوخة ولا تفاحة؟ هنقول خوخة ولا تفاحة يا قط؟ اقول لكم على حاجة من قبل ما هي تيجي. هي دخلت جوه. على فكرة الزيتون طعمه جميل جدا والحرقان بتاعه حلو قوي بصراحة. يعني طعم وريحة وفي منتهى الجمال. والليمون ملحه مظبوط قوي. مش عارفة، في ناس كتير خدت منها ليمون بتقول طعمه حلو. يا ريت اللي خد منها ليمون وجربه يقول لنا عليه طعمه عامل ايه. بس يلا هو نجبر خاطرها بكلمتين. والله يا ست خوخة الحاجة جميلة. يلا طعمه حلو، ربنا يبارك لك فيهم ويحسن سوقهم ويرزقك ان شاء الله. المعصفر بتاعها لسه عاملاه امبارح، بس مش عارفة هو لون كده ليه. استوى بقى ولا ايه؟ المعصفر دوت لسه، ان هو النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، عاملاه يوم السبت. بصوا عمل ازاي، يعني سبحان الله. انا عاطياله غلو عشان هيبقى سريع. شوفوا هيبقى عامل ازاي. ليمون شكله بصراحه حلو قوي يعني. وده الليمون العادي برضك حلو، برضه طعمه حلو على فكره، وملحه مظبوط جميل قوي. وريني كده. ده الليمون بتاعها اللي هو العادي. يعني سبحان الله الليمونه جامده ازاي، يعني مش عارفه يا بنتي. هو الليمون ده ما بيتهراش ولا ايه؟ ده جامد كده ليه؟ عشان بيتعمل في ميته اللي مغليه فيه، طعمه سنه. بصراحة جميل قوي يعني. ما حلو، بيقعد من السنة للسنة. ده ينفع؟ ايوه عشان هيقعد لرمضان ان شاء الله. طيب يعني هو انت البناتيت الحلوين اللي هيشتركوا معانا في القناة اللي يشترك هتوري له الطريقة. هنعمل الطريقة واحدة واحدة. والليمون معصفر برضه واحدة واحدة، والزيتون برضه والليمون المعصفر. شوف الزيتون حلو ازاي. ده وعلى الزيتون فكرة ينفع مشروع وتعمليه في البيت وكل حاجة. وده برضه اهو ليمون.
وده بقى الطبق اللي البت القطه الصغيره ديت عماله تاكل فيه وخلصتهولي. انا اللي هاكل الطبق ده، محدش ياكل منه حاجه. ماشي. يعني حلو. طعمه جميل بصراحه اول يعني. مره يا بنات. يستاهل. يعني شجعوني كده واشتركوا في القناه، عشان الست ده بخساني على طول كده اهو. عايزاكم ترفعوني كده قدامها ونشجع عشان نقوى عليه. يلا يا جماعه، يا ريت تشجعونا وتشتركوا معانا على طول في القناه. القناه لسه صغنونه وعايزين نكبرها بيكم، عشان القناه تكبر بيكم ونوريكم كل شغلنا ونشوف شغلنا هيعجبكم ولا لا. انا النهارده في اخر يوم في الزياره عند مرات اخويا. يا مرات اخويا، اما اشوف بقى انا بقى هصور لكم عندي اما اروح، ونشوف بعد كده شغلي انا ولا شغلها. وهي النهارده عامله لنا غدا يا بنتي. النهارده اخر يوم وانا ماشيه بقى. هتغدينا ولا مش ناوي؟ نغديكوا كفته عشان ما تقولوش راحت جوعتنا. طيب اما نشوف الغدا هصوره لكم بردك عشان نعرف عامله حلوه ولا لا. بقى يا جماعه الغدا بتاعنا اللي الست خوخه هانم معزمانه عليه النهارده اخر يوم ليا في الزياره. يا مرات اخويا، وهو مرات اخويا بقى عامله لي احتفال وعامله لي كفته. دي كفته ايه يا ست خوخه؟ عشان هي ماشيه. بصوا يعني بقى عايزه تخلص مني باي طريقه. عشان هي ماشيه تخلص مني باي طريقه. عامله لنا كفته ايه؟ فراخ. طيب كفته فراخ. انت خليتي الفرخه كلها وشويتيها؟ تغسليها حلو وبعدين تخليها وبعدين تعمليها. عاملاها بقى على الجريلا كده كفته. ايوه. ماشي. الحته الكفته ديت انا اللي قطعتها كده عشان بدوق اشوفها حلوه ولا عامله ايه. انا هاخد طبق كبير ده. ماشي. خلي بالكم يا بنات، ده طبق النيش. دي بقى عامله لنا، هي اللي محتمه عليها طلع لها طبق النيش. عينها ده المخلل بتاعي اهوت ولسان عصفور والشيبسي، وجايبه لنا كمان حاجه ساقعه مظبطانا اهو. حاجه ساقعه بالكفته. هي شكلها حلو قوي يعني، وريحتها بصراحه معبقه الدنيا، وعامله لنا طحينه وشيبسي ومظبطه الشغل جامد. تعجبك ما تقوليش. غدا فاخر من الاخر يا جماعه. هتطلع اللي عاجبني العيش بصراحه. العيش بتاعهم فظيع. صح يا بنات. هنعمل لكم بالتاو وقرص بقى بعد كده ان شاء الله هتشوفوا شغلها بعد كده يعني. هو اشتركوا بس في القناه والحاجات دي شايفين كلها الكفته؟ بالخطوات. هعمل لكم اغراءات بالكفته دي بصراحه. وخلي خوخه ايه بقى. تمام. الكفته دي صراحه يعني حلوه قوي جميله. انا دقت حته منها. يلا تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا. وده اخر يوم ليا في الزياره النهارده وخلاص ماشيه بقى، وهقول لهم مع السلامه. ده بقى يا جماعه كان ختام اليوم بتاعنا، العشاء بتاع النهارده. طبعا انا ما صورتلكوش الفطار بقى عشان ما فطرتناش اصلا. ما فطرتكوش؟ لا ما كانش فيه فطار. مجوعانا. عملت لنا غدا على طول برضه. كلنا بقى مكرونه بشاميل، وعملت الكيك بتاعها اهوت، وخرجنا بره وجبنا شويه حاجات، قنبله وشويه حلويات وطواجن كده. وده بقى كان العشاء عزومه كده ملوكي. ايه رايك يا ست خوخه؟ اتفضلوا معانا. اتفضلوا معانا. هي اللي عزمانه ولا لازم؟ هي اللي دفعت الفلوس دي كلها. قالت لك بعد ما طلعت روحهم ارضهم باي حاجه. يلا حاجه كده طيبات لله، للذكرى عشان اما امشي بقى حليني على ما اجي تاني. يلا اقول لكم بقى يلا باي باي مع السلامه، ونشوفكم في يوم تاني.